عفوا اتفاقية خور عبد الله ما لها علاقة بالقرار الأممي. شوفوا هاي جزيرة بوبيان، هاي الفاو، هذا خور عبد الله، زين. هاي مقصر هنا، مقصر صايرة. فمجلس الأمن مرة منو مقصر 156 157، هاي النقطتين خلينا نقول هنا وهنا، بدأ يرسم ياخذ نقطة منا ونقطة منا يمدها ويقسم بالنص. طبعا هو هذا التقسيم جائر والقرار جائر، بس أنا أريد أقبل بهذا القرار فرضا، نقبل بالقرار حتى نثبت لكم أن اتفاقية خور عبد الله ما لها علاقة بالقرار. هسه احنا حتى لا نقول اعتراض على القرار الأممي ما يصير، اوكي قرار الأممي ما يصير، احنا موافقين عليه. نجي رسم هاي 158 159 160 161 162، شوفوا هاي النقطة 162. آخر نقطة بوبيان وين تجي؟ وهي نقطة بالفاو، صارت دعامة 162. زين مجلس الأمن ليش ما رسم 163 164 165 ليش ما رسم؟ لأن ماكو ساحل كويتي باعوا، اكو ساحل عراقي، هذا الفاو وين واصل؟ ماكو ساحل كويتي حتى يرسموا وياه بعد. زين اذا اكو ساحل عراقي ماكو ساحل كويتي، هنا شو يقول؟ اذا اكو ساحلين، الترتيب نوعين، اذا اكو ساحلين تجي تاخذ اعمق نقطة، هاي بالانهر مثل شط العرب، تاخذ اعمق نقطة هي خط التالوك، او هذا الترسيم الصفري اللي بيه اكثر ظلم للعراق، ياخذ نقطة منا نقطة منا يقسمها على اثنين، هذا نص كويتي هذا نص عراقي. زين ما بعد ال 162 اكو ساحل عراقي ماكو ساحل كويتي، القانون شو يقول؟ المادة 3 المادة 5 ما دام ماكو ساحل ثاني، من الساحل مالتك من خط الاساس تاخذ ايش قد؟ 12 ميل بحري، يعني معناتها هاي المنطقة كلها عراقية، هاي المنطقة عراقية لان ماكو ساحل كويتي. زين باتفاقية خور عبد الله ايش سووا؟ قالوا الممر الملاحي، اذا نجي الممر الملاحي حسب قرار مجلس الامن يبدي من 156 ينتهي بال 162، هذا الممر الملاحي من ال 162 لل 156، اوكي. بس باتفاقية خور عبد الله ايش قالوا؟ الممر الملاحي يبدا من ال 156 ويصل الى ال 162 ومن ثم الى مدخل القناة. اذا الممر الملاحي باتفاقية خور عبد الله ما وقفوا حد قرار مجلس الامن الحد ال 162، لا، اكو عبارة بالفقرة